كما تدين تدان. في وحدة بتقول أنا ساكنة جنب بيت حماي وجوزي وضعه وسط، يعني مستورين والحمد لله، وجوزي كل ما جاب لنا خضرة بيتذكر أهله بشوية خضرة وفواكه، وحماتي على طول بتدعي له بتقول له الله يوفقك ويوفق أولادك، وجوزي همه بس رضا أمه، ودايما بضل يقول لي إذا أمي مو رضيانة علي أنا ما بتوفق بحياتي. وبيوم من الأيام جت لعندي رفيقتي اللي صار لي زمان ما شفتها، ونحن بالقعدة طلبت من ابني ينزل يجيب لها باكيت دخان، وقلت لها أنا تكرم عينك بس لا يوصل غراض بيت حماي وبيرجع. سألتني غراض شو؟ قلت لها أنا جوزي كل ما بيروح على سوق الخضرة بجيب غراض لأهله، وأوقات جوزي بوصلهم وأوقات ببعتهم مع ابني. فقالت لي ليش؟ شو الله جابركم بأهله؟ يعني إذا وضعكم على قده وجوزك عم يبعزق من المصاري على أهله وأولاده أولى فيهم. قلت لها أنا والله ما بتدخل، ولا بحياتي سألته ليش عم تاخد أغراض لأهلك. قالت لي لأنك هبلة وعلى نياتك الحق عليكي. والله أنا ما بخلي جوزي يعمل هيك، أنا أخدته مشان يصرف علي مو على أهله. قلت لها إيه شوية خضرة وفواكه ما راح يكسرونا. قالت لي إيه لا حبيبتي بيكسروا، ألف من هون وألفين من هنيك، حسبيها قديش بيصرف جوزك عليهم مصاري. يعني إذا كل يوم 3000 حوالي 90,000 في الشهر، يعني حوالي 1,000,000 ليرة بالسنة. حبيبتي هدول بيجيبولك خاتم ذهب. قلت لها أنت عم تحكي هيك وجوزك معه مصاري والله رازقه. قالت لي إيه معه مصاري لأنه أنا ما بخليه بعزق مصرياته وين من كان. هون أنا صفنت وفكرت بحكيها، حسيت كلامها مزبوط وإنه هالمصاري يلي عم يعطيها لأهله أنا وولادي أحق فيها. وبعد شوي رن جرس الباب وإجا ابني وسلم على رفيقتي. قلت له لابني الله يعطيك العافية شكلك تعبان. قال لي إيه والله يا ماما لأنه طلعت جرة الغاز لستي. وقال لي بتعرفي يا ماما منيح اللي بيت ستي قريب علينا، قررت بس أتجوز أخذ لك بيت جنبي. رفيقتي قالت له كل هالقد بتحب أمك؟ قال لها ابني ايه أكيد بحبها، بس مشان بكرة إذا جبت خضرة وفواكه لأمي ولادي ما يتعبوا وهن رايحين جايين لعندها، ومشان إذا اعتازت شي أو بدها شي يكون البيت قريب، ودغري جيب لها إياه. طلعت برفيقتي وحسيت وشها صار أشكال وألوان، وما عاد حكت ولا كلمة لأنه جاه الرد القاتل من ابني. وقلت لها لرفيقتي شفتي ليش أنا ساكتة؟ لأنه ما بضيع عند ربنا شي، والشي اللي بنعمله رح يردوا لنا إياه أولادنا، ويلي ما في خير لأمه ما في خير لأي إنسان.